السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم هذه المقلاة العجيبة اللي كتباع في بيم وكتباع في الأسواق أيضا. كاين اللي فيها هكذا 4 ديال الدوائر وكاين اللي فيها 7. أنا ننصحكم أنكم تاخذوا هذه اللي فيها 4 لأنهم كيجيو هكذا متوسطين، اللي فيها 7 كيجيو صغيورين بزاف. غنجرب معكم جوج ديال الوصفات اللي ناجحين 100%. غادي نجرب معكم فيها البغرير بواحد المقادير اللي ساهلين وناجحين 100%. وغادي نجرب معكم ايضا هاد الحريشات الصغار المالحين اللي كيجيو صراحه رائعين محشيين بالجبن، كيجيو واحد المذاق ولا اروع. وغادي نهضروا ايضا شويه على الاستعمالات الاخرى ديال هاد المقلاة العجيبه. اول حاجه غادي نبداو بتحضير الحرشه. هنايا خديت نص كيلو سميده رقيقه، ضفت ليه نصف ملعقه ديال الملح. ما غادي نكثروش الملح بزاف لاننا غادي نستعملوا الزيتون الاسود اللي غيكون مالح. غادي نضيف ملعقه ونص ديال الدقيق اللي زدت ليه ساشي ديال خميره الحلويات، وملعقه ديال خميره الخبز اللي هكذا رطبتها في شويه ديال الماء غادي نضيفها. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال سكر سنيده. غادي نخلط هكذا هاد المكونات الناشفين مع بعضياتهم، ثم غادي نضيف واحد نصف كأس ديال زيت الزيتون. وغادي نبدا هكذا كنخلط بالاطراف ديال الاصابع ديالي حتى تينسجموا ليا المكونات مزيان مع بعضياتهم. ثم غادي نضيف كميه من الزيتون الاسود اللي قطعته هكذا قطع صغيره. وغادي نضيف ايضا واحد العلبه ديال الطون بالزيت، ماشي بمطيشه الطون بالزيت. الا كنتو ما كيعجبكمش المذاق ديال الطون فتجنبوا انكم تستعملوه، اكتفيوا فقط بالزيتون. وغادي نضيف كميه من الزعتر الرقيق اللي حكيته هكذا بين يديا. غادي نخلطوا هكذا المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ثم غادي نجيبوا المدافي اللي غادي نبداو نجمعوا به العجين. غادي نخلطوا هكذا غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا حتى تتجمع لينا العجينه. كيف كتشوفوا كتجي في هذا القوام هذا، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش جاريه بزاف، يعني كتكون بحال ما هكذا رطبه. غادي نخليها دابا ترتاح واحد شويه بين ما سخنت لي المقله، وغادي نمروا باش نطيبوها. هنايا وضعت المقلاة على نار متوسطه ودهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت هكذا شويه ديال السميده. غادي ناخذ واحد الكويره ديال العجين، غادي ناخذ هكذا ملعقه ديال الموتزاريلا محكوكه، وغادي نحاول نجمعها بحال ما هكذا حتى تعطيني واحد الكره. وغادي نبسطها واحد شي شويه ونوضعها في هذيك المقلاة. نتوما غادي تاخذوا العبار ديالكم عينكم ميزانكم، يعني الكره خاصها تكون مبسطوها هكذا في المقلاة على قد هذيك الدوره، وتكون ما غليظاش بزاف وتكون ما رقيقاش. هكذا غادي نستمر حتى تنوضع هذوك الحريشات بربعه. وغادي نرشهم هكذا بشويه ديال السميد من الفوق، غادي نرشهم هكذا كاملين. ثم غنغطيوهم بشي حاجه وغنخليهم حتى كيطيبوا مزيان. ثم غادي نقلبهم على الوجه الاخر. هنا الا ما عندكمش الغطافه ماشي مشكل، يمكن لكم ما تغطيوهمش. صراحه كيجيو رائعين وكيجيو واحد المذاق ولا اروع. الزيتون مع الزعتره مع الفرماج كيعطي مذاق زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم، ترى غادي يعجبكم بزاف. المقلاة فعجبتني صراحة، فطيبتهم لي مزيان، جاو محمرين وزوينين وقياس واحد. نمروا الان باش نحضروا البغرير. بالنسبه لي انا هاد المقادير كنديرهم دائما وكينجحوا الحمد لله. غادي نحتاجوا زلافه ديال الدقيق الفينو، وزلافه ديال السميد الرقيق، وزلافه ديال دقيق الفورز، جوج ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات، وملعقه ديال خميره الخبز، وملعقه ديال سكر سنيده، والقليل من الملح. اول حاجه غادي ناخذ واحد الزلافه غنوضعوا فيها ديك خميره الخبز ومع سكر سنيده، وغادي نضيف لها القليل من الماء يكون دافئ ونخليوها هكذا بين ما كنوجدوا المكونات الاخرى. غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي، غادي نوضعوا فيه اول حاجه الماء. بالنسبه لهاد المقادير فانا كنستعمل من 3 زلايف ونص ديال الماء حتى ل4 على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين اللي كيكون كيشرب فكيدي معنا 4 ديال الزلايف، وكاين اللي كيكون ما كيشربش بزاف يعني كدير غير 3 ونص. انا غادي ندير 3 ونص حتى كنخلط ونشوف. بالنسبه لي هنايا انا راه درت 4 ديال الزلايف اللي دخلت ديال الماء. غادي نضيف كميه من الملح، ثم غادي نضيف الدقيق، ثم غادي نضيف هذيك الخميره ديال الحلويات، وغادي نضيف الخميره اللي رطبناها في الماء. غادي نخلط هكذا بالخلاط الكهربائي مزيان حتى تتخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا كيجي القوام ديالو على هذا الشكل،
كيجي خاطر، ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش عاقد بزاف. وغادي نخويو في شي اناء وغادي نغطيوه بحال ما هكذا ونخليوه نغطيوه بشي حاجه سخونه. انا هنا وضعت البلاستيك الغذائي، عاد وضعت عليه هاد المنطه شويه سخونه، وغادي نخليوه على جنب يرتاح يخمر. بالنسبه لهاد الخليط فراه دغيا كيخمر، حيت درنا فيه خميره الحلويات تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى ل 10 دقائق صافي راه كيكون واجد. ها هو هنايا صافي راه استراح. ملي كيبانوا لكم هذوك الفقاعات طالعين الفوق، يعني صافي الخليط ديالكم راه خمر. هنا غادي ناخذ المقلاة وغادي نبدا نخوي هكذا كميه قليله من العجين. كيف كتشوفوا هنايا بالنسبه لكل دائره راه كندير فيها نص مغرفه. غادي نعمر المقلاة ديالي كامله ونوضعها على نار تكون متوسطه. بالنسبه لهذه المقلاة فراه ديجا كنت وضعها سخنات، يعني هكذا كتشوفوا كيف خويت العجين فراه بدا يتشكل. صافي هكذا غادي نخليها فوق البوطه حتى تتنشف لي العجين كامل. بالنسبه للمقلاة فاش كتبغيو تعاودوا تخويو فيها فبردوها بشويه ديال الماء، فهاد القضيه راها مهمه بزاف. الناس اللي ما كينجحش معاهم البغرير فما كيديروش هاد القضيه. هنايا ما تضحكوش عليا، راني لحق عليا المغرب يعني 7 قل 4 هادي، وبديت كنطيب 3 ديال المقلات. هنا استعملت مقله ديال الطيفال، واستعملت ايضا هاد المقله ديال السيراميك باش هكذا كملت دغيا دغيا. كيف كتشوفوا في وقت وجيز راني كملت العجين كامل. هنا عطاني كميه كثيره. هادو البغريرات الصغار كيف كتشوفوا راه كيجي زوين وكيجي خفيف وكيجي مثقب كامل. صافي غادي ندهنو بشويه ديال الزبيده والعسل ونقدمو بالصحه والراحه. بالنسبه للمقلاة فراها عجبتني في البغرير صراحه، جبتو زوين وخفيف، كنتمنى انكم تجربوها. هنا بعض الاستعمالات الاخرى فجبت هاد الميني بيتزا من المجمد، غادي نوضعهم ونغطيهم ونخليهم يسخنوا فكيجيو هائلين. بالنسبه للطريقه ديال الميني بيتزا غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وهكذا غنكون وصلنا لاخر الفيديو. فنتمنى الى عجبتكم الفكره وعجبكم الوصفات ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.